يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. يلا بينا في مطبخ فاطمه. النهارده هنعمل بانيه بشكل مختلف وجديد. انا لقيت عندي شويه بانيه اقل من نص كيلو بصراحه، فروحت مقطعهم حتت صغيره. هنشوف مع بعض دلوقتي وهنعمله بطريقه جميله. اللي هو بيحب الشيش او الشاورما هتعجبه جدا الطريقه دي، مش هيبقى فاهم هو بياكل شيش ولا شاورما. يلا بينا نشوف المقادير والطريقه، وقبل كده بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا. انا عندي هنا اهو البانيه. طبعا عملته كنت عاملاه اصلا ان انا هحطه في الفريزر بملح وخل وغسلاه كويس جدا. طلعته وقطعته حتت صغيره. لو انت اخر الشهر او مكسله تنزلي وما عندكيش وقت وعندك شويه بانيه اقل من نص كيلو، هتعملي بيهم احلى صينيه بانيه في الفرن. مش هتبقي عارفه اذا هي شاورما ولا شيش، بس هيبقى طعمها وهمي بيجمع بين الطعمين وباسهل طريقه. عندي شويه ميكس جبن، ميكس تشيز، جبنه رومي على شيدر على موتزاريلا. تمام. وهنشوف دي هنعمل بيها ايه دلوقتي احنا شغالين. توم مدقوق بس شويه كويسين محترمين. زبده بيضه وسمنه بلدي. طبعا دي حسب ما انت عايزه، ممكن حد يحب يعملها بزيت او بسمنه بس انا بحب احط لهم الزبده والسمنه عشان بتدي طعم وهمي. وفلفل الوان عندي وبصل. لو عايزه تحطي فلفل اخضر معاها، عايزه تحطي اي حاجه تانية، جزر، بقدونس، اي حاجه. ولو تلاحظي انا قصدي ان انا اقطعه قطع كبيره زي ما احنا شايفين. واخر حاجه عندي التوابل بتاعتي، توم بودره وبصل بودره وملح وفلفل وبهارات الفراخ وورقه لورا كده عشان بحب احطها على وش الصينيه. انا كده ولعت على الحله، هنزل فيها بالزبده والسمنه بتاعتي. خلي بالنا ما استناش كتير عليها عشان الزبده ممكن تغمق معايا عشان بيبقى فيها مرطه. طبعا انزل على طول بالتومه. بصوا بقى، العادي ان الناس بتحط البصل الاول وبعدين الفراخ، بس انا مش بعمل كده. احنا هنحط الفراخ الاول تتشوح وتنزل الميه بتاعتها، وبعدين نقوم نازلين بالبصل عشان تفضل الحاجه لونها فاتح ونضيفه من غير ما تبقى غامقه او ممرره. قبل ما تصفر بقى، عايزه اقول لكم ان انتوا لما تعملوا الصينيه دي اللي هتشوفوها حالا دلوقتي مع شويه رز ابيض او شويه مكرونه سواء عشاء او غدا، بيبقى طعمها وهمي. وعلى فكره طريقتها اسهل بكتير قوي من الشاورما والشيش والتحضيرات والعصيان والكلام ده كله. هتستسهليها ليكي وللولاد جدا. انا مش هستنى لما التومه تغمق قوي، هو كده تمام دبلت معايا. فهنزل بالفراخ بتاعتي. هديها فرصتها بس شويه كده، مش هقعد اقلب فيها كتير عشان ما تتهريش على الفاضي. هديها فرصتها عشان تتشوح براحتها وبعدين نديها تقليبه تانيه. متنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، وعايزاكم تجربوها في اسرع وقت وتقولي لي رايكم ايه. نديها تقليبه تاني. شايفين لونها فاتح ازاي وجميل، عشان نزلت بيها الاول قبل البصل، بس لسه شويه برضو عليها عشان انزل بالبصل والفلفل دلوقتي. كده خلاص هي بدات تاخد اللون الاصفر الذهبي بتاعها الجميل. هنزل بالبصل المتقطع كبير زي ما قلنا، انا عاوزه اقطعه كبير. مش هنزل بالفلفل دلوقتي. واقوم نازله بكل البهارات بتاعتي والملح والفلفل ما عدا ورق اللورا، بحطه في الاخر على الوش. هديها فرصتها بس شويه، وبعد كده اغطي واوطي عليها لغايه لما تبدا ان هي خلاص كده تدخل السوا. طبعا هزود سنه ميه مغليه قبل ما اوطي عليها واغطيها. هتستوي على البخار، وبعد كده نكمل الخطوه اللي بعدها.
البصله اهي اتشوحت تمام التمام. هنزل بالميه المغليه واغطي عليها. كده انا حطيت الميه المغليه وطيت عليها وهغطي. وعايزه اقول لكم انه يعني 5 دقايق او 7 دقايق واقوم نازله بالفلفل الاحمر اللي عندي، عشان مش هستنى لما تستوي خالص واحط الفلفل. مش عايزه احطه من دلوقتي عشان ما يتهريش ويدبل ويفقد ريحته وطعمه. نغطي. انا كده هنزل بالفلفل بتاعي الوان، ورقه اللورا بتاعتي، واديها تقليب. طبعا ممكن تحطوا فلفل اخضر زي ما قلت لكم او بقدونس، في ناس بتحب تحط جزر. هديها تقريبا تاني واغطي لغايه لما تشرب ميتها خالص وتبقى خلاص يعتبر استوت، وندخلها الفرن. ده كده الشكل النهائي بتاعي اللي عندي. هحطه في صينيه عشان ادخله الفرن، وهرش عليه الجبنه اللي احنا قلنا عليها قبل كده في المقادير بتاعتنا. بس كمان عايزه اقول لكم على حاجه، ان احنا ممكن نحط معلقه جبنه في وسط التقليبه كده عشان تاخد تدي مع الحاجه وتسيح. هستنى عليها بس كده 2-3 عشان تاخد سخونيه الحله، واقوم قلبها في الصينيه ورشه بقيه الكميه بتاعه الجبنه على الصينيه من بره. شويه تاتشات كده بسيطه بس بتدي طعم وهمي. ده كده الشكل النهائي بتاعها. انا كده فضيتها في الصينيه بتاعتي تمام. هنزل عليها بشويه الجبن الباقيه، الميكس تشيز اللي عندي، هحطها على وش الصينيه وادخلها الفرن. وعلى فكره انا مشغله الفرن على 220، اديلها 10 دقايق عشان تسخن. يلا بينا ننزل الجبنه. احلى صينيه فراخ بالخضروات. نوزع كده الجبنه. طبعا بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا دلوقتي هندخلها الفرن ونشوف النتيجه. طبعا هي على فكره كده مستويه اصلا، انا مجرد بس ان الجبنه هتحمر وشها وتسيح وهي تاخد القوام بتاعها في الفرن عادي. شايفين المنظر؟ تحفه. فكركم تاني باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا نحطها في الفرن عشان نشوف شكلها هيطلع وهمي ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين تحفه ازاي؟ طعمها كمان يجنن وريحتها وهميه. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. مستنياكم بجد تقولي رايكم فيها ايه لما تعملوها، وما تنسوش ان انتوا تحطوا اقتراحاتكم لاي حاجه احنا عايزينها. بألف هنا وشفا ليكم.